السلام عليكم. ما عمرني فكرت ندير شي حاجة اللي تعصى الله وتكون من الكبائر، ولا أنني نوصل عند شي شوافة ولا سحارة. أنا سميتي مريم وفي عمري 22 سنة. عشت حياتي عادية وسط أسرة على قد الحال. ما كانوش عندي صحابات بزاف، غير معارف ديال المدرسة وصافي. وحدة اللي كانت قريبة ليا كانت بنت جيراننا وصديقة الطفولة. قرينا بجوج في الابتدائي والاعدادي وتفرقنا في الثانوي، ولكن بقينا صحابات. اسرارها كلهم عندي واسراري ديما عندها. هي كانت زوينه بزاف وسميتها غزال، وفعلا كانت غزاله. اش منك يا فورما، واش منك يا بيوضه، واش منك يا شعر وحجبان. وفي المقابل انا كنت عاديه. هادشي الا ما بغيتش نقول كنت خايبه. كملنا قرايتنا حتى الباك. من بعد انا درت ليستيا، وهي دخلت لواحد المدرسه كتقرا بالفلوس، حيت والديها كانوا ميسورين على والديا. كانوا ديما كيجيو فيها الخطاب في الوقت اللي ما عمر شي واحد ما جا ولا هضر فيا، وهي كانت كترفض بحجه باغا تكمل قرايتها. كنا صحابات الروح بالروح. كنت عزيزه عليها وحتى هي كانت عزيزه عليا، ولكن كنت كنغير منها بزاف وكنحسدها على زينها. كانت ملي كتبغي تخرج كدوز لعندي نمشي معاها، ولكن كنت كنحس بنقص كبير وانا خارجه معاها، حيت الدراري كاملين كانوا كيشوفوا فيها غير هي، وانا حتى واحد ما كان كيديها فيا، حيت كنت سمراء ورقيقه. دازت الايام وكنا خارجين بجوج، وتبعها واحد السيد بطوموبيلتو ولصقها حتى عطاتو نمرتها، ورجعنا للدار وانا مفقوصه. علاش ما هضرش معايا انا؟ علاش ما بغانيش انا بلاصتها؟ رجعت الطريق كامله وانا ساكته، ودخلت لدارنا وسديت عليا في بيتي وبقيت كنبكي. داز داك النهار عليا كحل، والغد ليه جات لعندي وقالت لي بلي الدري اللي تبعها البارح عيط ليها وقال ليها ضروري بغيت نشوفك. وهي وافقت وكانت فرحانه، حيت الصراحه الدري كان بوغوس وطوموبيلتو كانت واعره. وانا داك النهار كامل والنار شعله فيا، كنفكر في راسي بكل سلبيه وكنحط اللوم عليها، بحال هي السبب في هادشي كله اللي واقع ليا. دازت العشيه وهي تصيفط ليا ميساج كتسول فيا، وعاودت ليا باللي الخريجه دازت زوينه والسيد ناوي المعقول، واخا ما هضروش بزاف في التفاصيل. غادي ياخدوا وقتهم ويتعرفوا اكثر. وهضرتها عاد مازال كملت عليا، ودازت مده وانا كنشوفها هي كتحقق في الانجازات وكتزيد لقدام، وانا واقفه بلاصتي وما عندي زهر. من بعد ما خديت الدبلوم ديالي ما لقيت اللي يخدمني، اصلا كيبغيو غير الزوينات والبوكوسات، اما اللي بحالي ما ليهم بلاصه. واحد النهار جات لعندي للدار وحنا جالسين، قالت لي بلي صاحبها فتحها في موضوع الزواج مره اخرى، وهاد المره بجديه، وبغى يجيب دارهم من بعد الشهر. وانا غنموت بالفقصه. درت براسي فرحانه وتمنيت ليها الخير، وانا راه ما تسرطاتش ليا. وداز داك الشهر وبداو كيوجدوا الخطبه، وبما انني صاحبتها المقربه كان خاصني نعاونها ونكون حاضره معاها. وجا النهار اللي كيتسناو، نهار الخطبه، وهي ما قدها فرحه لا هي لا دارهم. جاو الناس وفرحوا ونشطوا مجموعين ولبسوا الخواتم وزقاو باللي العقد
غادي يكون من هنا شهرين. وانا ديك الساعه كحلت الدنيا في عينيا، وفكرت نمشي لعند شي شوافه، وقلت ندير ليها العكوس ونفرقها مع خطيبها. وفعلا مشيت، وديك الشوافه قالت لي جيبي لي شي حاجه من حوايجها، قرصونها والمشطه باش كتمشط شعرها وقفل. وكذلك كان ساهل نجيب ليها هاد الشيء. لغد ليه قلت لصاحبتي يلا نمشيو للحمام، وبالتخبيه هزيت ليها المشطه والقرصون، وجدت للشوافه داكشي اللي طلبات، ورجعت لعندها وعطيتها 300 درهم، وشدات داكشي اللي جبت ورشات عليه شي حاجه بيضه وحزماتو بخيط كحل ودارت القفل، وقالت لي سيري لوحيه في البحر. وخرجت من عندها البحر نيشان ولحت فيه داك السحور. وداك النهار بالضبط كانت غطيح صاحبتي العقد. ملي لحت داك السحور كنت فرحانه، حيت كنت باغا غير تفرق مع خطيبها، وما كانش يسحب ليا غادي ندم وغادي يوقع ما لم يكن في الحسبان. رجعت للدار ومع الدخله ديال الدرب كنسمع في الغوات، وملي قربت سمعت الغوات جاي من دار صاحبتي. مشيت كنجري وتصدمت، لقيت صاحبتي كتغوت وتنتف وتقمش في راسها وكتقول عتقوني شي حد قاجني. انا تصدمت، ما عرفت باش تبليت، وهي كتغوت وكتنتف في راسها ولات كلها دمايات. واحد شويه وهي تهدن، ودخلناها لبيتها وتكيناها وهي كتقفقف والكشكوشه في امها وخواتاتها مساكن مصدومين. ورجعت لدارنا وانا ما فاهمه والو. رجعت لعندها الغد ليه لقيت السيده تبدلات 180 درجه، ولا وجهها زرق وساهيه وما كتهضر ما كتكلم. كنقول لها غزل هضري معايا، وهي والو. من بعد 3 ايام بدات كدوز بالدم، داوها لعند الطبيب والو ما لقى عندها. جابوا ليها الفقيه، كتبقى تطيح وتركل وتبقى تغوت حتى كتغيب، وحالتها حاله. وانا كنشوف فيها وكنقول اش درت يا سيدي ربي، اش درت؟ خرجت على البنت ونهار على نهار كتكفس وكتخياب، ومازال كتسيل بالدم، وداك الدم لونه احمر مغلوق غادي للكحوليه. فين ما نمشي لعندها تبدا تبكي وتقول يا صاحبتي شوفي حالتي، ما عرفت مالي، وقيلا غادي نموت. وانا كنحس بتأنيب الضمير وكنقول لها دابا تولي بخير يا صاحبتي. كان كيسحب ليا غادي تعاني كاع واحد الشهر ولا شهرين وغادي تولي لاباس. وداز الشهر الاول والشهر الثاني وصحتها غير ما غاديه في الضياع، حتى جاها السرطان ومشى ليها الشعر اللي كان طايح كيف الحرير، ومشاو دوك الحجبان وديك الفورمه، حتى من ديك البيوضيه تقلبت الكحوليه وولات زرقاء ورقيقه ومرضت ديال بصح. واحد النهار وهي تدور ليا اختها مع 8 ديال الصباح وقالت لي غزل بغات تقول لك شي حاجه. مشيت عندها كنجري، وملي دخلت لقيت امها وخواتاتها كيبكيو بحال عندهم العزا. عنقتني امها مسكينه وهي حالتها وكتقول لي صافي بنتي غادي تمشي عليا. وراكم عارفين البكا ديال الام ملي كتكون محروقه على كبتها وكتطلب الله ياخذ الحق في اللي كان حيله وسباب. ملي دخلت لعندها البيت لقيتها متكيه في بلاصتها، شافتني وهي تبدا مسكينه كتبكي. قربت لعندها وهي تعنقني وهي تقول لي المسامحه صاحبتي، المسامحه الا كنت شي نهار درت لك شي حاجه خايبه بلا قصد ولا اذيتك.
وانا كنبكي وكنقول لها غادي تولي لاباس وغادي تبراي، وهي نوض مسكينه وهي تحل الماريو ديالها، وجبدات منه 3 ديال الجلالب ديال الله مخيطاهم لعرسها باقي جداد وعمرها ما لبساتهم، وعطاتهم ليا، وجبدات ليا بزاف ديال الحوايج من الماريو، وحيدات واحد السلسله ديال الذهب كانت معلقاها في عنقها ولبساتها ليا، وقالت لي هذه بقيت تفكريني بها، وقالت لي انتي ما عمرك كنتي صاحبتي، انتي اختي. وانا كنتقطع وكنبكي عليها. شويه بدا كيتزاد عليها الحال وبدات كتكحب، وهي تقول لي عيط لماما خواتاتي، وانا نعيط لهم. وملي دخلوا قالت لهم يا ربي شحال هلكني هاد المرض وهاد الدم اللي ديما سايل مني، وهي تشد ليا في يديا وهي تقول ما عمرني غنسامح اللي كان سبابي، انا عمرني ما اذيت شي واحد. وقالت هي على فراش الموت الله ياخذ الحق في الظالم، وهي تدور لعند ماماها قالت لها ما تبكيش عليا ماما، ها هي صاحبتي مريم غتولي بنتك، حيت انا وياها واحد. ناري اش وقع ليا في ديك اللحظه، بغيت نصارحها ما قدرتش، صافي البنت ولات حالتها وبدات كتموت. خرجت كنجري من عندها لعند الشوافه وانا غارقه في دموعي، وتما كانت الصدمه اللي غتخليني نعيش اكفس يوم في حياتي. دخلت لعند الشوافه وبديت كنطلب فيها وكنبكي غير باش تفك هذاك السحور، ولكن ما بغاتش. بقيت كنطلب وكنزوق فيها، بست ليها رجليها وانا كنبكي، وهي تقول لي كاينه طريقه وحده ولكن غادي تفضحي. قلت لها ماشي مشكل، غير ترجع كيف كانت. قالت لي غادي تاخدي 5 لتر ديال الماء ديال البحر اللي لحتي فيه هذاك السحور، وغادي تمشي للدار وتحيدي حوايجك كاملين وتكبي عليك داك الماء وتعطيها تشرب منه. وخرجت كنجري من عندها، شريت بوديزه ديال الماء ديال 5 لتر وخويتها وعمرتها بالماء ديال البحر اللي لحت فيه هذاك السحور، ورجعت كنجري للدار. وانا داخله مع الدرب كنسمع انا لله وانا اليه راجعون. تصدمت وبديت كنسول شكون مات. قالوا لي غزل الله يرحمها. بديت كنغوت وكنبكي، اويلي انا شنو درت للبنت، كنت بغيتها غير تفرق مع خطيبها حتى وليت قاتلاها. مشيت كنجري لدارهم، كنلقى خواتاتها كيندبوا وكيغوتوا. مشيت كنجري لدارهم، كنلقى خواتاتها كيندبوا وكيغوتوا. ودخلت للبيت لقيتها مات، كنشوف فيها كنلقاهم مغطيين ليها وجهها. ما تيقتش وبديت نغوت ربي اللي خلقني. البنت اللي كانت ديما دايراني اختها وديما واقفه معايا ماديا ومعنويا انا اللي قتلتها. خرجت من البيت كنلقى امها طايحه مغيبه ودوها للسبيطار، وبناتها عاد ما زادوا مساكن تيبكيو ودخلوا حتى على امهم. وحده من خواتاتها 5 سنين باش تزوجت وما رزقهاش الله بالولاد، وعاد حن عليها الله وعندها 2 شهر كانت حامله. وداك النهار مع الفقصه طاح ليها بنادم، وامها ملي فاقت لقاو عندها شلل نصفي حيت مسكينه كانت مريضه بالقلب. خرجت على عائله على قدها الله يسمح لي، ما باقي عرفت ما ندير ولا فين نصد. وخرجت من تما ديريكت لدارنا وسديت عليا في بيتي. ومن داك النهار وانا ساده على راسي في دارنا وما كنخرج، وما عالم بالسر ديالي
غير الله.